كوكيز الميكرويف، تعالوا سوا نجربه. طبعا انا شفت عليه ناس كتير قوي جربته، لكن لاحظت ان ناس كتير بتنقل لنا تجربتها بس مش كامله، او ممكن تكون غير حقيقيه. فانا النهارده هجرب معاكم كوكيز الميكرويف، وبمنتهى الامانه هقول لكم في النهايه اذا كان يستحق التجربه ولا لا، نقدر نقرر ولا لا. طريقته سهله وبسيطه جدا. في بوله تكون بتنفع تدخل الميكرويف، بنحط معلقه كبيره من الزبده ونسيحها، وعليها معلقه كبيره من السكر البني الرطب. لو مش متوفر عندك تقدري تحضري بمنتهى السهوله من الريل اللي فات. معاها معلقه كبيره من السكر الابيض ورشه بسيطه من الملح. بنخلط المزيج ده كويس قوي، وبعدين نضيف صفار بيضه، ونحط عليه برضو رشه من الفانيليا زي ما تحبي. عاوزه تكتري تقللي في الفانيليا زي ما تحبي. بعد كده بعد ما نحط الفانيليا بنبدأ نحط معانا الشوكولاتة اللي احنا بنحبها، ومعلقتين كبار من الدقيق، ونقلب كويس المزيج. انا لقيت ان الخليط تقيل جدا جدا، فضفت عليه معلقة كبيرة من اللبن. ممكن انت تستبدلي اللبن بمية او اسبريسو او قهوة سريعة التحضير، او اي سائل عندك تستعمليه كنكهة وفليفر عشان تخلي الوصفة غنية اكتر. بعد كده بنحطه في الميكرويف لمدة من 30 ل 60 ثانية. طبعا هي وصفة حلوة تقدري تجربيها انت والولاد في المطبخ، وتكون وقت لطيف وسريع. لو عاوزة حاجة حلوة يعني بسرعة برضو مناسبة ليها، هي سناك لطيف.